تخيل ان كل دي عباره عن بيانات لتقرير تربه عملناها الموقع في فيلا في الشرقيه. وتعالى اقول لك على اهم البيانات اللي ممكن تفيدك في كل الورق ده والخلاصه بتاعته. اول واهم حاجه هي نوع التربه اللي اتعمل فيها الجساس، اذا كانت رمليه ولا صخريه ولا طفليه، عشان ده هيفرق معاك جدا في المعده اللي هتحفر بيها، وكمان هيفرق معاك في التكاليف. وتقدر تعرف قدره تحمل وزن التربه وتشيل قد ايه من وزن المنشأ، ودي اللي بيسموها البيرنج كاباسيتي. وطبيعي ان شكل الاساسات او الهيكل الخرساني بيتغير حسب البيرنج كاباسيتي بتاع كل تربه. فلو افترضنا انك انت شغال في كومباوند سكني في 1000 عماره، وكل عماره هتتبني على بيرنج كاباسيتي مختلف، فطبيعي ان شكل القواعد والسملات والاساسات مش هتبقى واحد، حتى لو نفس النموذج بنفس الارتفاع بنفس الشكل بيتكرر بالظبط. وكل ما قدره تحمل التربه قلت قوي، كل ما وزن الاساسات وشكلها كبر واتغير جدا. وساعتها هتبدا تقرر تعمل لبشه بكامل مسطح ولا قواعد منفصله، واللبشه بتاعتك او القواعد المنفصله هتكون على خوازيق ولا لا. فهنا عرفت هيكون شكل الاساسات عامل ازاي، وكمان عرفت من التقرير منسوب التاسيس بتاع عمق الحفر هيكون على بعد قد ايه. بناء عليه المصمم الانشائي بيبدا يصمم احجام وكميه الخرسانه، وكمان احجام كميه التسليح. وكمان بعرف من التقرير شكل سند جوانب الحفر، والكل مشروع ليه طريقه مختلفه في سند جوانب الحفر عشان خاطر التربه بتاعتي ما تهيلش، بالذات لو عندي جار ممكن اضره جامد والمبنى بتاعه يتعرض لانهيار ويظهر فيه شروخ بسبب اني ما حافظتش على التربه اللي موجوده تحت الاساسات بتاعتي. كمان بقدر احدد من التقرير في مياه جوفيه ولا لا، وعلى بعد قد ايه، وكمان طريقه نسحها والتخلص منها. وهنتكلم عن كل ده بالتفصيل في الفيديو اللي جاي، سواء الطرق المختلفه لسند جوانب الحفر او الطرق المختلفه لنسح المياه الجوفيه. وما تنساش ان التقرير كمان بيقول لك هتعمل احلال للتربه بتاعتك ولا لا، وبرضه هنتكلم عنه بالتفصيل والطرق بتاعته المختلفه. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.